تعالوا بقى نعمل مع بعض الكيكة الجميلة دي. عملناها بالمانجو وعملناها بالكريم جانتيه. بصي، وده شكلها معايا بعد ما خلصت. بجد جميلة جدا وطعمها لذيذ جدا. اول حاجة جبت معايا الخلاط، ونزلت بكوباية السمنة بتاعتي، ونزلت عليهم باربع بيضات وعليها طبعا فانيليا، مع كوباية السكر بتاعتي. بس انا مزوده السكر شويه عشان احنا بنحبها مسكره شويه. تمام كده. وهنضرب بقى المكون ده في الخلاط. تمام كده. اضربي لغايه ما السكر يدوب معاكي خالص. اما الخليط ينعم معاكي وتحسي ان هو خلاص، يبقى كده تمام. نزلت بقى بكوبايه لبن دافيه، كله في الخلاط. لو انت حابه تعملي بالسلك العادي عادي، ممكن تعمليه في الكبه. تمام كده. معايا نص كيلو من الدقيق. طبعا هنخل الدقيق الاول. طبعا لازم تنخلي الدقيق قبل اي حاجه عشان تطلع معاكي الكيكه هشه وجميله. طبعا معايا كيس بيكنج باودر، هنزل عليه كده على الدقيق واقلبه كده في الدقيق بتاعي. وصفه سهله وبسيطه جدا، واللي اول مره يشوفني ويتابعني، انا مطبخ ام هاجر. اوعي تنسيني بالاشتراك في القناه وفعلي لي الجرس يوصلك كل حاجه بعملها. ويا رب يا رب يعجبك وصفاتي. نزلت على الخليط بتاعي في الدقيق، واقلب كده بالمضرب السلك بتاعي. هقلب كده الدقيق بالمضرب. تمام كده. عايزه اقول لك ريحه الخليط بتاعي جميل جدا جدا. قلبت وزي ما انت شايفه كده ده القوام بتاعي اللي انا عايزاه. بسم الله ما شاء الله. زي ما انت شايفه كده. تمام كده. كده هو كده خلص معايا خلاص. هجيب معايا بقى صينيه وادهنها كده ايه بحته زبده، وهبطنها بقى ايه بالدقيق. شويه دقيق كده، وتعملي بالطريقه دي كده تبطنها بالدقيق. طبعا الزياده طبعا هترميه. وانزل بقى بالخليط بتاعي في الصينيه زي ما انت شايفه كده. تمام كده. وهوزع بقى الخليط بتاعي في الصينيه. تمام كده. هجيب الشوكة بتاعتي واعمل كده في الصينية عشان اي هوا فيها يطلع. تمام كده. وهضرب كده ضربة كده على الترابيزة وهدخلها الفرن. ودي كان شكلها معايا بعد ما خلصت، بعد ما استوت. بصي جميلة جدا ومرتفعة وجميلة. تعالي نشوف بقى مستوية ولا لأ من قلبها. هجيب طبعا شوكة وهنشوفها مستوية من جوه ولا لأ. جبت الشوكة وهنجرب ونشوف. زي ما انت شايفة كده الشوكة طالعة نضيفة وهي مستوية. هنسيبها تبرد خالص ونروح نعمل بقى ايه الكريم جانتيه بتاعنا الجميل. معايا كوبايه ميه مثلجه، حطيت فيها سكر وبقلب السكر كده. انا هاخد الميه بس وهسيب السكر لان السكر ما عنديش سكر بودره. فهتعملي ايه؟ هتعملي زي ما انا بعمل كده. هتقلبي السكر وتنزلي الميه بتاعتك. تمام. نزلت عليها بكريم جانتيه. حسيت ان هو عايز ميه فبحط شويه شويه، وبضرب كده بالمضرب بتاعي. اهم حاجه تكوني جايبه الكريم بتاعتك من حد تكوني واثقه فيه. تمام كده. تضربي كده في الكريم جانتيه بتاعك لغايه ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. عايزه اقول لك هاجر بنتي اللي بتعمل
معايا الكيكه دي، هي اللي اصلا اللي بتعمل، انا بصورها بس. بجد تسلم ايديها. لازم كده يا جماعه نوقف بناتنا في المطبخ ونعلمهم كل حاجه، عشان لما تتجوز وتفتح بيت تبقى عارفه تعمل كل حاجه لاولادها ولجوزها. لازم تشاركوا بناتكم في كل حاجه بتعملوها في المطبخ. تمام كده. برافو عليكي يا هاجر. وزي ما انت شايفه كده الكريم جانتيه بتاعي زاد بالطريقه اللي انت شايفاها دي. وتمام كده، هو كده خلاص خلص. وزي ما انت شايفه كده ده القوام بتاعي اللي انا عايزاه. بصي زي ما انت شايفه كده. تسلم ايدك يا هاجر، والله ما شاء الله عليكي. هاجر بتوريكم ان القوام مظبوط. وبصي زي ما انت شايفه كده. طبعا معايا الكيكه بتاعتي خلاص بردت. قلبتها طبعا على الرخامه، وهقشر منها الطبقه دي كده. عايزه اقول لك وانا برفع الكيكه عشان اقلبها، عايزه اقول لك وقعت في الارض. الحمد لله. بس طالما انت بتعمليها بالكريم جانتيه وبتعمليها بالمانجا فعادي، يعني عادي. يلا الحمد لله. طبعا نزلنا بالكريم جانتيه بتاعنا، فردناها كده على الكيكه. احنا كنا عايزين نعملها طبقتين بس ما حصلش نصيب بقى، وقعت مننا، فالحمد لله. تمام كده. هي وزعت الكريمه كده على الكيكه. برافو عليكي يا هاجر. هتنزل بقى بالمانجا بتاعتي اللي هي مقطعاها كده على الصينيه. بجد بسم الله ما شاء الله، تسلم ايديها. ويا جماعه احنا لازم فعلا نعلم اولادنا معانا في المطبخ، يعملوا معانا كل حاجه عشان يكونوا متعلمين معانا في المطبخ. لازم تشاركي اولادك في كل حاجه بتعمليها. تمام كده. كده احنا ايه وزعت المانجا كده على الكريمه. بسم الله ما شاء الله، عايزه اقولك شكلها جميل وطعمها تحفه. تسلم ايدك يا هاجر، برافو عليكي يا هاجر. هنقطعها بقى. بصي عايزه اقولك على حاجه، حتى لو اولادك معاكي في المطبخ عملوا حاجه غلط مش مهم، شجعيهم برضو عشان يتعلموا. لازم توقفي اولادك في المطبخ، لازم تعلميهم كل حاجه في المطبخ. يعني وانت واقفه في المطبخ تعالي اعملي معايا مثلا الرز، تعالي اعملي مكرونه. انا عايزه اكل مكرونه من ايدك النهارده، انا حاسه ان انت هتعملي النهارده الاكل احسن مني. يعني لازم تشجعي بناتك في المطبخ. معلش الصوره بتتعاد تاني، انا اسفه. بصراحه ما شاء الله يا هاجر، تسلم ايدك. وبجد جميله جدا جدا جدا. لو ما كانتش وقعت مننا كنا هنعملها برضو احسن من كده كمان. بس الحمد لله. وهي برضو جميلة يا هاجر، تسلم ايدك يا هاجر. اتمنى منكم تشجعوا هاجر بنتي، تعملوا لها لايك وشير واشتراك في القناة. ويا رب يا رب وصفة هاجر بنتي تعجبكم النهاردة. وانا بشكركم جدا جدا على حسن المتابعة.